ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه مين ده؟ اقول لك. نوجة عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر. بما ان العيد قرب احنا قررنا ندحلبك في الكلام النهارده ونعرف بقى كل الحاجات اللي انت بتعمليها بمناسبه العيد. عينيا يا قلبي. جاهزه؟ جاهزه. هنبدا دلوقتي. اول فقره دي اسمها اسئله من جوه الصندوق. اسالك شويه اسئله وانت فضفضي بقى طلعي كل اللي في قلبك. عينيا الاثنين. يلا بينا. يلا بينا. عايزه اسمع منك يا نجوى ايه الروتين اللي بتعمليه لشعرك ولبشرتك قبل دخول العيد؟ إيه، قبل العيد الصغير قبل العيد الكبير؟ يعني هو انت روتينك في العيد الصغير غير العيد اكيد طبعا ده بالله عليكي؟ كواحده متجوزه بتفرق كتير. بالله عليكي ايه اللي يفرق بقى؟ قولي لي. اقول لحضرتك. اتفضلي يا فندم. احنا بنصور ولا بتصور كده معانا اوكي؟ في الفضائيات. العيد الصغير انت عندك بسكوت ورنجه والكلام ده تمام. ماشي. ما بنعملش حاجه في شعرنا خالص. ليه بقى؟ مفيش وقت. ده عشان الوقت بس. العيد الكبير بتاع اللحم بما ان انا ما بذبحوش فبهتم بشعري طبعا. طب والبشره؟ لا بشرتي دي ممكن اقول لك انا بعمل ايه. عارفه الصابونه بتاعت الحمام؟ بجيب الصابونه بتاعت المواعين بتاعت زمان، صابونه زيت دي كلها زيوت. ايوه. ولا تقولي بقى دوف ولا ام دوف. ايوه ولا بدو. دعاكي كده وليطي هنا وليطي هنا تمام. وكل ده وبعدين بقى اغسلي وشك. وشك راح. اوب تحفه 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 تحفه. جربي وصدقيني. اجرب مش هتخسري. لا هخسر كتير. وعلى فكره حلوه للشعر جدا. صابونه كلها المواعين. زيوت. يعني انت كده روتينك اللي بتعمليه قبل العيد بيكون الصابونه دي بس؟ لا بهزر معاك. خلينا جد بقى. مش خالصين. لا خلينا جد. بجد. مش عايزه هزار. لا نهزر. ايه رايك؟ انا جايه هنا هزار النهارده خلي بالك. هو الروتين اللي بعمله كل عيد. يعني مثلا انا يوم الوقفه ده الطبيعي ان اي واحده بقى ست بنوته بتهتم بنفسها في اليوم ده الطبيعي. نغسل وشنا نطلع على الكوافير وشعرنا طبعا نديها ماسكات تنظيف الاول للوش والبشره ونديها ماسكات ترطيبات صبغات للشعر. مش هتصبغي هتعملي مكوى واستشوار. شكرا على كده. حلو جدا. طبعا يومين العيد دول بتقومي بقى من النوم تشتغلي على غسيل الوش ماء الورد تنظيف للبشره. ليه انت لسه ملعلعه؟ أيوة. من يوم الوقفه ملعلعه. بالظبط. فاحنا لسه دافعين فلوس مكيشين. ايوه. دي بتبقى مرتين في السنه، عيد صغير وعيد كبير. تمام. الشعر طبعا يتلف دوامه عشان الاستشوار ما يبص. ايوه بس كده دبيس هتبوظ خلي بالك الاستشوار. ما انا ما بعملش دبابيس. انت بتعمل ايه؟ دبوسين بس. الدوامه كلها دبوسين بس؟ اهو. لا ده انت هتحكي لنا بقى. دبوس في نص الشعر من هنا بالله عليك. وامسك طرطوفه الشعر من هناك بدبوس بس كده. شكرا على كده. ايوه. لكن كميه بقالي كام الدبابيس سنة أول دي مرة أعرف كلها اللي ده. بتتعمل كل دي بتكسر الشعر وبتعمل صداع سيبك ان هي تكسر الله ده ينور. المخ بيموت. وبعدين كانك مش عامله حاجه في دماغك تبقي نايمه كل حته في دماغك بتوجعك. لكن هو دبوس بيمسك طرطوفه الشعر من هنا والناحيه الثانيه برده طرحه. حلو ده قوي. وامسكي برده الطرحه بسرعه بقى اربطي طرحه قبل ما اي حاجه تقع تاني من عندك. بس كده نجوى معنى كده انك بتزنقي نفسك يوم الوقف بس تعملي روتين؟ لا انا بستعد يوم الوقفه بس اه. بتزنقي نفسك في اليوم ده انك لازم تعملي روتين لشعرك وبشرتك. ان طول رمضان مفيش فضا. بيت اكل روتين بتاع الولاد بعد الفطار الشغل. خلاص. طب بتعملي ايه في الزحمه بتاعه الكوافير يوم الوقف؟ لا ما هو انا بقى معايا الكوافير اللي هناك صاحبتي مظبطه معاها. ايوه صايد دي بتبقى صعبه جدا خلي بالك. انت عارفه انا بعمل ايه؟ انا ما بفطرش مع ولادي في البيت عشان الحق نفسي بنزل وقت الفطار. اي حاجه بقى كلها انا هناك في الكوافير وانا شغاله. طب انت اصلا مش بتعتمدي انك تعملي لنفسك حاجات في البيت؟ كنت الاول لكن انا ماميز لثلاث اطفال. ربنا يبارك فيكم يا رب. 3 عفاريت سن كبير اصغر قليل لما بيبقى فيه وقت لنفسي. طب ما عندكيش بنات مثلا بتحبي تعملي معاهم وتعملي لهم وكده؟ لا بناتي صغيرين يعني عندي مريم 13 سنه صغنونه لسه صغيرين. مش حاجه ما بحبش حاجه في وشهم شعرهم حاجات دي ما بحبهاش. مش زنقانه قوي انت يوم الوقت. قولي لنا ايه اغرب غلطه عملتيها لبشرتك ولشعرك؟ لبشرتي الكركم. قالوا حطي كركم على العسل. حلو. وحطي معاهم خميره. ايوه. حطيتهم في وشي عباره كاني ماسكه شطه وحطها في وشي. يا الله بهدلتي الدنيا جدا. بعدين هدومي بقى اتبهدلت. انا حطيتهم من هنا ولقيت في نار من هنا وغسلت وشي على طول وهنا بقى الحتت دي احمرت طلعت حبوب باظت مني خالص الدنيا. طبعا ما جربتش بقى اي وصفه طبيعيه في الدنيا. خلاص كده. لا خلاص. وشعرك؟ شعري عملت مره البيض بالزبادي. قالوا لي حطي بيض على الزبادي على عسل نحل. برضه هو كان كويس على فكره. كان منعم الشعر جدا يعني بعد كده اغسل شعري نعومه الشعر زي الزبده. بس الريحه فظيع بيض. بس طبعا الماسك ده قبل ما يبقى بيضه ب 6 جنيه صح؟ لا طبعا كده البيضه ب 2 جنيه ايامي. ده 2 جنيه كده غاليه خلي بالك برضه. ايه هي المنتجات اللي مش بتفرق شنطتك؟ كريم ايفا ده للايد ان طبعا الايد دايما في الميه كنت بره في الشغل او في البيت. قلم الرز اساسي. طب لو رحتي على جزيره مهجوره وكان المفروض يبقى معاكي 3 منتجات ايه هم اللي انت ما بتقدريش تستغني عنهم في يومك؟ كوشي ولا شعر؟ وشك او شعرك يعني او قلنا ده عادي براحتك تقدريش تستغني عنه. ما بقدرش استغنى عنه حمام الكريم اساسي ده بحبه قوي. كبشره كريم ترطيب وقلم الرز برضه. بس كده. قولي لنا ايه اغرب حاجه سمعتيها على النت ليها علاقه بالشعر او البشره كنت عايزه تعمليها او عملتيها برضه يعني؟ الشعر. ايه بقى؟ كانت
واحده جايبه خلطه كده غريبه بتحطها في شعرها. كركم برضه لا شفتها كتير ناس ياما عامله كركم. انا اول مره اسمع موضوع الكركم للشعر ده. شفتها وحاطين عليه ربع كوبايه زيت اكل على فكره، وعسل نحل وزبادي. كيف تتبيل البانيه. فاضل لنا كده اللي هي اللي اسمها ايه دي، الكاري خلاص كده. وبعدين طبعا دي اغرب حاجه شفتها عنها. جربتيها؟ ما بكذبش، ما بحبش المجازفه. احسن بجد. شعري متهلك لوحده يعني. ايه اللي هلك شعرك بقى؟ الصبغات بايدي، ما بعرفش كوافير، بحب اجرب. فده اللي باظ معاكي شعرك. فانا مشكله شعري لونه اسود غامق، فمش بيلو. حطي اكسجين. صاحبي لون بوظش. احط اكسجين بقى طالعه شبه الرقصات. فلازم تبقي قافله الاكسجين. فين الاكسجين؟ 3 ايام اللي ما بيعجبنيش. حطي اكسجين. حطي اسود. يا الله، ترجعي تاني نفس لون شعرك. وبعدين كام شهر 6-7 شهور عدوا عليا، عايزه اغير بقى. جه عليكي العيد عايزه تغيري، اضرب اكسجين. يعني انت آخر تنصحيهم حاجة يعملوا صبغه ولا لا؟ ما بنصحش بالصبغات خالص. الفرد، الكرياتين او الفيلر بتاع الشعر مش حلو. كل انواع الفرد. كل انواع الفرد ده، مهما يقول لك فرد ب2000 فرد ب3، اي نوع فرد بيدمر الشعر صدقوني. بقى اهو انا جربت اهو الفيلر حد جربت فرد غالي رخيص وكوفرات كويسه جدا، شعر اتدمر. ودول اكتر حاجتين فعلا بيبوظوا شعر اي حد. خلي بالك. اخر بقى سؤال معانا في الفقره دي، في مشكله بتعاني منها مثلا في شعرك او بشرتك ودايما مزولاكي؟ القشره. بتعملي معاها ايه؟ قالوا لي اعملي بالخل، حطي خل. خفتيه ولا عملتيه زي ما هو؟ لا انا مسكت ازازه الخل بترش كده. يا لهوي، فروه راسك واعمل كده. لا كنت كويسه بعدها؟ لا طبعا، يعني كاني رامي حاجات في شعري، اكلات في أيوة. شعري فظيعه. قلت يمكن هو كده بيطلع القشره بقى خلاص يعني. القشره بتطلع وشغاله انا بايدي بقى هرش 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 هرش، ولا القشره كلها بتضوف كتل من القشره في شعري في ايدي كتير. وغسلت شعري وحط الشامبو والحمام الكريم وزي الفل. اجي بقى اسرح شعري الاقي شعري كله ابيض من فوق بالقشره، ولا كنا عملنا حاجه. استفزنا بس فروه الراس ان هي تطلع قشره جديده وخلاص على كده. كله نطر بره بقى يعني. هو كان مستخبي جوه، طلع بره كله، فكان شكله صعب قوي. وسبتيه بقى كده. انا جوزي بيحسبه امل في شعري والله. يا ساتر. انت اصلا بتغسلي شعرك بايه او ايه الروتين بتعمليه شعرك؟ ما ممكن يكون هو السبب. الشامبو. اغسل شعري بالشامبو كويس، وبحط بلسم. لو ما فيش البلسم بحط الحمام الكريم. ما فيش حمام كريم بحط بلسم. وما بحطش الاثنين مع بعض. جدع عشان اوفر. لا هو كده صح بجد. ربنا يخليك. والله اجاباتك يعني انا حاسه ان انا ما دحلتش الصراحه نجوى بما فيه الكفايه. ايوه. تعالوا بقى ندحلبها اكتر في الفقره الثانيه. مش عارفه تضحكي عليا. لا انت ما شاء الله. يلا الفقره الثانيه مع امين وشمال ويمين، خليكم معانا. في الفقره دي انا هسالك شويه اسئله، والحاجه اللي حصلت هتقولي عليها امين، واللي ما حصلتش هتقولي عليها شمال ويمين. شمال ويمين. رحتي قبل كده الكوافير عملتي حاجه كنت قايله عليها وطلعت لك حاجه ثانيه خالص؟ امين ولا شمال ويمين؟ امين. دايما صح ولا ايه؟ كتير امين. تحبي تقولي ايه الحاجه ولا حاجه برايفت شويه؟ لا قول. انا حواجبي خفيفه جدا. رحت عملت حواجبي ميكرو شادو. المفروض ان هي عملتها لي على رسمه معينه، قلت لها هي مش كده. قالت لي لا ما هو لسه ما بتبانش دلوقتي. ماما خلصتها انا مش مقتنعه بيها. بعديها ب3 ايام ما فيش ميكرو شادو في حواجبي خالص، ما بانش اصلا. راح اتمسح كانها عامله قلم وخلاص. وقبل كده رحت عملت شمعه. انا بحذر من الشمع برضو. قولي لهم الشمع ده صعب جدا بجد. انت بتشيلي جلد، طبقه الجلد بتاعت وشك كلها. انا مش هسيب الحلقه دي حلقه العيد والله، حلقه امين 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 عليها. صدقوني بتعمل وفا. عملته، خدي هنا اتحرق وخدي هنا اتحرق. الشمع ده انت عارفه ان هو بيعمل ترهلات في الجلد؟ ترهلات في الجلد، بيشد الجلد. وبعدين الوش اصلا اتحرق. تاني يوم ايه يعني اللي حصل؟ تاني يوم يعني انا يوم الوقفه. عملتي كده يوم الوقفه؟ يوم الوقفه انت عايشه يوم الوقفه. قلت لك زنقانه انت يوم الوقفه الصراحه. اروح في هنا سخونيه ونار. غسلت وشي وكريمات مرطبات وهتبقى كويسه. الصبح قمت كان هنا في بقعه سودا كبيره هنا وبقعه سودا كبيره هنا. خلاص هيبقى قلب معاهم باسمرار. ولو قعدتي هرشتي هتنزلي دم صدقيني. ما رحتلهاش اي حاجه؟ لا قلت لها حسب الله ونعم الوكيل فيكي. صح. هتعملي اكتر من كده. في حاجه ثانيه حصلت معاكي تحبي تقولها لنا او تحذريهم بما اننا داخلين على العيد؟ لا هو بس بحذر من الوكس. بلاش يستعملوه. والفرد الفرد في العيد. الفرد اللي عرض ب 500 جنيه يا جماعه، واللي عامل عروض ب 350 يا جماعه. وقتي صاحبتك بتعالي خلي بالكم جلاد. كل ده جلاد كمان يعني. مش ما تفتكروش ان هو فرد بجد. لا ده الجلاد بيحطوه. انا شفت كوافيره بعينيا كانت بتخلطه جوه وتطلع بالعلبه. هي الناس مش عارفه ايه اللي موجود في الطبق على فكره. مش بيقولوا لك المنتج اللي بيحطوه، هما بيخلطوا جوه حاجات على بعض. عندها منتج ايطالي في علبته. يا الله. تخش طبعا تورا بقى كوافير او تقف تديكي ظهرها وهي بتعجن. فضي العلبه وخلاص على كده. شكرا عليك. واحرقي شعري. يا لهوي. وفرحانه بقى ان شعري سايح ونايح وجميل وماشيين نعمله كده في الشوارع بشعرنا. بس ضاع بعد كده. شكرا على كده. تعالي نكمل دحلبه. يلا بينا. هل عملتي قبل كده صبغه وفرد وسشوار في نفس اليوم؟ امين ولا شمال ويمين؟ شمال ويمين. بتقسميهم على اوقات مختلفه؟ صبغه الاول. بس في فرق بينهم قد ايه؟ تاني يوم طبعا كانت شعرك عمل ايه؟ مش عايزه اقول لك كله في نفس اليوم. يعني. قلت لي كله مع بعض. بس هو الفرق يوم. بس شعري بعد كده بيقع طبعا. والصبغه بقى ايه بعد كده اجي اغسل شعري اللون بينزل. اللون كل اللون بينزل. وبعدين لقيت شعري من جوه متقطع. اتحرق بمعنى اصح. اتحرق. فدي طبعا ما كررتهاش تاني. شعري خلاص يعني تقريبا بقول لك ارحميني صح؟ يعني شعري خلاص
مش قادره اقول لك، ممكن نقلع طرحه واوريكم عامل ازاي. بلاش بلاش عشان ما تفجعوش بس. عملتي قبل كده حمام بخار لبشرتك في البيت ولا مش مقتنعه بيه؟ لا جميل. تحبيه قبل العيد؟ كنت بعمله زمان. لا انا بقالي فتره كبيره ما بعملوش ولا عيد ولا غير عيد. بس الاول كنت بعمله كوافير على طول. كنت بحبه، بحس ان انا وشي نضر كده ونضيف بمعنى اصح. بعد كده بتعمله في البيت مرتين 3 بس احس ان انا هتحرق، بس بطلته خلاص بقى. هو فعلا حمام البخار مش صح ان احنا نعمله في البيت عامه يعني. لو انت بعد الشر وصلتي مثلا يوم الوقفه او قبل العيد وحاسه ان مودك مش كويس، تكسري انك تظبطي نفسك ولا بتعتقدي التظبيط النفسي ده حاجه تظبطي بيها المود؟ لا يمين ولا شمال ويمين؟ شمال ويمين. ما بتظبطيش؟ لا لو مودي مش حلو خلاص توقفي كل حاجه بقى خلاص. شكرا. بالعكس برتاح على فكره. المثل خلاص يا نفسك كده. ده بقى تبقي قاعده كده في بيتك، ياه خلاص فرشتي بيتك وقاعده مع الولاد خلاص ولا التلفزيون وبناكلوا سوداني وبناكلوا حاجات حلوه وخلاص كده شكرا. لما بقى مودي كويس، حاجه اللي انا مزعلاني معكناني عدت، انزل بقى اروح. بالعكس بيبقى الدنيا جميله جدا على فكره. تتبسطي بقى وقتها جدا. اخر سؤال معانا في الفقره دي، هل استخدمتي قبل كده ماسكات الجسم للبشره يمين ولا شمال ويمين؟ شمال ويمين. عشان ما ينفعش. برافو. الجسم ليها ماسكات والوش لا يا جماعه بجد يعني شابوه. في الفقره دي انا هسالك سؤالين بس وهديكي تقييم لكل سؤال من الحاجات دي. قولي لي 3 حاجات من المطبخ ممنوع ان احنا نستخدمهم على بشرتنا. 3 حاجات من المطبخ لبشرتنا. البيكنج باودر، الطماطم، الليمون. ليه بقى؟ كل الحاجات دي بتعمل التهابات للبشره. الجرجير. بتعملوا ايه بالجرجير؟ عصير الجرجير بتحط الشعر. حلو بقى مفيد؟ انا ما جربتوش بس سمعت عنه. هو زيت الجرجير بصفه عامه يا جماعه هو مفيد للشعر عامه، مفيد جدا كمان. تاني سؤال بقى معانا، قولي للبنات شويه حاجات ما يعملوهاش قبل العيد، كوافيرات اللي بيكون عليها عروض. احنا قلنا الصبغه والفرد والوكس، لا ايه تاني؟ الرموش، تركيب الرموش اللي بيركبوها. اولا ضاره ليكي انت اصلا لما تيجي تحطيها في رموشك، تيجي تخلعيها رموشك الطبيعيه كلها هتنزل معاك. تاني حاجه مش حابه موضوع الفيلر بتاع الشفايف والفيلر بتاع الخدود. على فكره يعني احنا ما نضمنوش الماده دي اصلا محقون بيها ايه، وعليها عروض برده بتبقى رخيصه مش غاليه. هي قصدها الحاجات اللي بتبقى موجوده فيها عليها عروض رخيصه جدا جدا. كوافيره برده معروفه في اسكندريه وفي القاهره. فيلر شفايف. تاتو طبعا معروف اكتر مش كده، تاتو خلاص كده. فيلر شفايف انت وصاحبتك 500 جنيه طبعا مش اكتر من كده. لو محطوط فيه ميه مقطره هيبقى اغلى من كده. ميك اب كامل للبشره، طبعا الميك اب الكامل مش الميك اب اللي بيتمسح. الثابت انت وصاحبتك 700 جنيه. الحاجات اللي بتتحط اصلا دي كلها وبتتحقن دي كلها ما تعرفوش فيها ايه، فانا ما انصحش بيها. هي الفكره كلها العروض بتبقى جذابه للبنات قبل العيد جداً. فاللي هو انا هجرب وللاسف بتحصل كوارث وحساسيه، ناس وشها بيورم، ناس وشها بيتحرق. خلي بالكم من الموضوع ده. نجوى انت النهارده ما شاء الله يعني هي ما كانتش محتاجه دحلبه، هي قالت حاجات كتير جدا 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 صح. فانا حابه نخش على اخر فقره، ودي فقره اسمها روتين وفزوره. مستعده؟ يلا بينا. انت يا نجوى كسبتي معانا البوكس ده وبجداره، بس شرطي الوحيد عشان تاخديه انك تجاوبي على الاسئله اللي انا هقولها لك صح 60 ثانيه. لو ما جبتش هتاخديه برضه. يلا بينا. بصي دي جواها ماسكات للعيد. تمام. بصي بصه كده على كل ماسك وقولي مين بيتحط قبل مين. اوكي. ممكن تكون حاجات كده متطوره شويه. ما هي بصي انا معلش انا جيلي قديم شويه. انا جيل 85. ماشي. مين ده؟ اسمعي كده قبل ما اجيب اسمي. مين ده؟ ما وصلش عندك صح؟ لا ما وصلش. يعني انا مش فاهمه ده للشعر ولا للوش؟ للوش. ايه بقى؟ ايه مين ده؟ اقول لك. طب ده مين كده؟ ده ماسك الطم. قلت لهمش ان انا غششتك. ده بتاع الطم. ده الطم. ده ماسك تفتيح. تمام. مين بيتحط قبل مين؟ الطم الاول. قولي بصوت عالي، ده انت عجبتيني قوي. ايه ده والله. مين انا ماسكه؟ هي غششتني شويه بس يعني ايه ده الطمي هنحطه الاول ماسك الطم. أيوة. طبعا بدون ذكر اسم، هو اصلا كده معهوش اسم اصلا يعني. اوكي. وبعدين المفروض نغسل وشنا طبعا ميه فتره. برافو. نرطب. نطلع على التاني. ده الماسك التاني. انا غششتولك كتير. ده مفتيح بالعرق صوص. بمناسبه احنا في رمضان على فكره الرصوص جميل جدا. تحب الرصوص في الوش وفي البطن برضه تحفه. بعد الماسك ده نحط الماسك الرصوص وبعدين نسيبه ربع ساعه على بشرتنا. وبعدين نغسل وشنا ميه فتره. وبعدين تخش بقى على مين؟ تعالي بقى غششي. تعالي غششي بقى ده. ده بصي بقى ده ايه بقى؟ بصي ده شفتي حاجه شبه كده قبل كده؟ لا. ده ايه يا شباب؟ ايوه ده ايه بسرعه؟ ده حاجه اسمها ماسك للعين، بيتحط كده تحت العين هنا اهو. ترتيب العين. صح. شفتي بقى الدنيا اتطورت ازاي؟ الدنيا اتغيرت خالص والله. وده بقى عباره عن حاجه اسمها شيت ماسك. سمعتي عنه قبل كده؟ شيت؟ انا سمعت عنه بس ما اعرفش هي ايه. طب بقى تستنونا في الحلقه الجايه اوريكم ازاي الحاجات دي كلها بتتحط على البشره واوريكم النجوى معايا. يا ريت. تمام. ماشي. ان احنا معلش احنا جينا عدى المرحله دي بس في حاجات نفسنا نفهموها بجد. نجوى يا جماعه كسبت معانا البوكس ده جداره، بغض النظر ان هي كانت عارفه 2 ماسك جوه، بس انت تستحقوا الصراحه حبيبتي. مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي. وانا اكتر والله. بما ان نجوى بقى جاوبت صح على الروتين، فجاء دلوقتي دوركم ان انتوا تتحدوها وتجاوبوا صح على الفزوره. وبالنسبه للروتين فاستنوا بقى فيديو العيد يا جماعه، هعمل لكم فيه روتين للبشره والشعر نينجا بجد. حان الان
موعد الفزوره. عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات مكونين تانيين غير اللي نجوى قالتهم ما ينفعش ان احنا نستخدمه في ماسكات البشره في العيد. ما تشيلوش هم حاجه، اغلطوا وانا اصلح.